في صفة حلوة قوي وبحبها أنا شخصيا. الصفة دي من الصفات المميزة في أي شخصية ممكن تقابلها في حياتك. عارفين هي إيه؟ هي رد الجميل. يعني يكون حد عمل معاك موقف كويس أو سندك أو دعمك في موقف معين وحسيت بأمان بسببه، وبعدها بفترة الوضع بيتغير وبيجيلك أنت الفرصة علشان ترد الجميل اللي عمله معاك. على فكرة في ناس مش بتستنى رد الجميل، وفي ناس تانية بعيدة عنكم بياكلوه أكل زي ما بقولكوا كده، من غير تفكير ومن غير حوار جنى هتولعها نار. المرة دي احنا كلامنا هيخصنا كلنا، مش هيخص فئة معينة، لا ده هيخص الشعب كله، علشان اللي هنتكلم عنه موضوع يمس بلدنا. بص كده ومن الاخر، الانتخابات الرئاسية قربت وريحتها بدأت تهافف على المواقع الإخبارية وعلى السوشيال ميديا وقلب الدنيا كلها. طب ندخل في الموضوع ومن غير لف ولا دوران. اليومين اللي فاتوا فجأة وبدون مقدمات لقينا هاشتاج على منصة اكس او تويتر وعلى السوشيال ميديا كلها، موقع. هو ايه بقى الهاشتاج ده يا عمهم؟ هنزل وهختار السيسي. تقريبا كده دي حملة انتخابية بدري شويه للرئيس السيسي. بس بقول لك ايه، الموضوع في اليومين اللي فاتوا دول كان ايه ما اقولكش. ومن الواضح كده يا كبير ان دي مجموعه بتقولها بشكل علني احنا بنأيد الرئيس السيسي وهنختاره علشان اللي قدمه للبلد اثناء فتره حكمه الحاليه. الناس دي شايفين ان الرئيس السيسي هو مستقبل مصر الجديده وعايزين يكملوا معاه مسيره التنميه. كلامي ممكن ما يعجبش ناس كتير وممكن يعجب ناس تانية اكتر، بس قبل ما تحكم على كلامي انا هنا علشان بتناقش، مش علشان افرض عليك او عليكي رأي معين او اقول لكم اعملوا ايه او ما تعملوش ايه. شايفاك يا اللي هناك يا ابو لسان طويل، انت خليك في حالك وتوكس علشان انا لسه ما قلتش حاجه اصلا. لا يا ابو لسان طويل، لا يا ابو لسان طويل، ده انا لسه هعرف الناس الفايده من الهاشتاج ده ايه. المهم الهاشتاج ده فعلا انتشر بشكل غريب، وده ان دل على شيء يدل على ان اكيد في مجموعه كبيره في ظهر الرئيس السيسي وبيدعموه كمان بشكل كبير علشان يجدد فتره رئاسيه جديده. وبصراحه كده انا مش هكدب عليكم، الفضول قتلنا واحنا بناخد جوله السيرش بتاعتنا، فلاقينا كام بوست على كام كومنت مكتوب فيهم هنزل وهختار السيسي. فيه اللي كتب هنزل وانتخبه علشان ولادي وولاد ولادي، شق الصخر وشق الصحراء وهيزرعها ويعمرها، مشينا في طريق هنكمل، دي بلدي وكتفي في كتفها. استنى عندك رايح فين؟ انا لسه ما خلصتش اصلا. ده في واحد تاني كاتب طب انا قبل ما اختار وادور على الاقتصاد هدور على امني القومي بعد اللي حصل في 2011 وبعد 2013 والمؤامرات اللي حصلت. ازاي اقدر اثق في حد تاني؟ مين خاف على مصر غيره؟ مين انحاز لاراده الشعب غيره؟ كان ايه ممكن يكون مصيرنا لو كان تخاذل او تركنا للمجهول؟ عندك بقى واحد تالت كاتب كومنت في الجون قال لك امريكا في مصر. بتقول ايه؟ والله امريكا في مصر دلوقتي، وكمان الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مش حزب واحد بس. والرئيس السيسي عمهم استقبلهم هما الاثنين، يعني استقبل قيادات الكونجرس من الحزبين. وكلمه السر طبعا البريكس. في واحده بقى كانت بترد على رجل الاعمال نجيب ساويرس لانه كان كاتب بوست بيقول فيه انا مش هنتخب اساسا. راحت قالت له ايه بقى؟ براحتك وانت حر، ومصر مش هتقف عليك وعلى صوتك، ولكن بطل بقى صوتك اللي بيجلجل وبتحارب بيه علشان تاخد مشاريع في البلد وتقعد تفتح صوتك على الجيش ومؤسسات الدوله كل شويه. بصي دي مش في منتصف الجبهه، دي الجبهه دارت اساسا. بالراحه شويه علينا يا شيخه، بالراحه شويه علينا يا شيخ. انت عارفه طبعا السن ليه حكمه بقى يا عم نجيب. نفسنا تخليك في حالك، خليك في المهرجانات بتاعت شوشو وسوسو وتوتو اللي بتاكل من وراها عيش هي وشركاتك، وريح دماغك حبه. اخاف تضايق نفسك السكر يعلى عليك، وانت عارف السكر غالي اليومين دول. طبعا الكومنتات والبوستات عن الهاشتاج كتير جدا، واحنا بصراحه حاولنا نوصل لكم الايجابي الاول، واكيد في ناس تانية مش مع فكره ان الرئيس السيسي يستمر ويكمل. وبصراحه اكتر حاولنا نبص على تعليقاتهم. طبعا مش عايزه اقول لكم كلها قله ربايه، يا اما تريقه باسلوب رخيص شبههم، يا اما شتيمه وقله ادب ما تطلعش غير من شويه سرسجيه. ما هو لو اهلك عرفوا يربوك ما كنتش اعترضت بالاسلوب ده على واحد في سن والدك. حقك تعترض، لكن اعترض بشكل محترم ومتحضر، وبلاش الرخص والتدني ده. طب تعالوا نتكلم جد شويه. بقول لكم ايه بقى، انتوا عارفين طبعا ان اول ناس مختلفه مع الرئيس السيسي هم الاخوان المسلمين. وبما اني جبت سيرتهم وانا بقلب كده على المواقع الاخباريه وبشرب فنجان القهوه بتاعي، لقيت على موقع العربيه خالد منتصر كاتب مقال بيقول فيه بدات نغمه الاخوان فصيل وطني مع قرب الانتخابات. وخلاصه مقاله بقى يا كبير في الكلمتين اللي جايين دول، بيقول استطيع اقول ان الرئيس السيسي من اول ما تولى الحكم كان عنده الاجابه الصريحه والواضحه والحاسمه، واجابته وقناعته ان الاخوان مش فصيل وطني
وطني اصلا. خد بالك من اللي جاي ده بقى. الاخواني بيعتبر الوطن ده مجرد غرفه في فندق، وقامة الخلافه اهم عنده من بلده، والوطن بالنسبه ليه وسيله ارتزاق وابتزاز مش فخر واعتزاز. بصراحه كده جاب من الاخر، وقال ان برضه كان ليهم دور قبل كده، وانهم اخدوا فرصتهم ايام الثوره، وان كمان كان منهم 2 وزراء في اول حكومه ليهم، واول اللي اعترف بيهم كان جمال عبد الناصر، وعلشانهم مبدأهم وطبعهم الخيانه حاولوا اغتياله. ياه، ده انت قلبك اسود قوي يا عم خالد، جايب لهم تاريخهم من ايام عبد الناصر. قال هي الناس دي ايه صحيح؟ انتوا ما بتحسوش يا شويه جبلات عايزين تعيشوا وتاكلوا عيش وتربوا عيالكم؟ يبقى خليكوا في حالكم وما تتدخلوش في اللي مالكوش فيه. طب يا ريت نركز مع بعض شويه في الحته اللي جايه دي. يعملوا ايه بقى علشان يسمموا فكر الناس؟ والكلام اللي هقوله لك ده من على موقع الحريه والعداله على لسان فورين بوليسي. اللي هو ايه بقى يا كبير؟ قال لك ان السيسي مرعوب قوي من الاخوان، وانه مش هيقدر يخفيهم من تاريخ مصر. لو الصحفي الاخوانجي كاتب ايه جوه الخبر بقى؟ كاتب ان مجله فورين بوليسي نزلت مقال للكاتب ستيفن كوك، مضمونه او ملخصه ايه بقى؟ ان الراجل ستيفن ده بينتقد وسائل الاعلام عندنا، وبيقول انها بتدعم الانقلاب اللي هو يعني نظام الرئيس السيسي، لو انه كمان بيتريق من المحاولات الفاشله من الاعلام بتاعنا، علشان قال ايه؟ بيشوه منظر جماعه الاخوان ومعارضين النظام. قال يعني هم شكلهم حلو ومش عكر، خلينا ساكتين بقى، ده هم اصلا متشوهين بدون تدخل اي عامل خارجي ومنيلين ب60 نيله اصلا. الراجل مش يسكت بقى، لا ده بيكمل هاري وبيقول على الاعلام المؤيد للنظام ان اي حد بينتقد الرئيس السيسي وحكومته ده مزور وافاق، واكيد انه اخواني، وهو ده بقى السبب اللي مخلي السيسي خايف منهم. يا شيخ اتليها على عينك منك ليه؟ وارحم ام العيانه شويه. امال مين اللي كان مستخبي ورا النقاب زي الحريم؟ ولا مؤاخذه يعني علشان يهرب وما يتقفش زي الخروف؟ ما هو عارف انه لو اتمسك هيتاخد ورا مصنع الكراسي. ما علينا، طالما انتوا عاملين رجاله ما تكملوا للاخر بقى. لكن للاسف اللي انتوا بتعملوه فالحين فيه هو انكم بتصدروا الغلابه اللي عرفتوا تغسلوا دماغهم وعقولهم بافكاركم، وبقوا ماشيين معاكم بمبدا سمعا وطاعه. الا قول لي يا خروف منك ليه، قصدي يا اخوانجي منك ليه؟ هو انتوا فين في المشهد اصلا؟ هو انتوا موجودين؟ والله انا شبه نسيتكم. خليني اقول لكم كمان ان الرئيس الوحيد اللي تقريبا كده قدر يقضي عليكم ويكسر عينيكم هو الرئيس السيسي، لانكم فعلا من قديم الازل وانتوا بتوع العيب ومش ناس دغري وسالكه لله كده. لا، عموما كده او كده القضيه دلوقتي اننا مع قرب الانتخابات هنشوف وهنسمع عجب العجاب من معظم المواقع سواء العربيه او الاجنبيه، ومتوقعه طبعا يبقى في شغل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه سواء من الاخوان او المعارضين بشكل عام، وده طبعا علشان يعملوا اي حاجه يغيروا بيها الهدف الاساسي للشعب، وهو ان الرئيس السيسي يكمل لفتره رئاسيه جديده. كمان خليني اقول لك في توقعات بتقول ان احتمال كبير فتح باب الترشح هيبدا في شهر اكتوبر، واكيد هيتحدد مواعيد الدعايه الانتخابيه علشان نعرف مين اللي ممكن ينزل قدام الرئيس السيسي. انا بصراحه عن نفسي ما عنديش طاقه ادخل في مغامره جديده مع رئيس جديد ولا اعرف دنيته فيها ايه ولا حتى دماغه فيها ايه. وطبيعي زي ما في مميزات في عيوب، الرئيس ده بشر على فكره يعني، وبكل امانه كده الراجل ده قطع معانا مشوار مش قليل، وما تنكروش ان احنا حسينا بتغيير في حاجات كتير. انا معاكم طبعا ان في عبء كبير علينا في الاسعار، بس اللي قبلينا قالوا ان مفيش حلاوه من غير نار، وبكررها وهفضل اكررها. الازمه دي على العالم كله مش في مصر بس، والازمه دي بدات من وقت ما فيروس كورونا ضرب العالم كله، وبعدها بفتره قصيره اندلاع الحرب الروسيه الاوكرانيه واللي بقوا مش عايزين يفضوها سيره لحد دلوقتي. لا، وكمان السودان اللي طلعت في المقدر جديد، والمصيبه الاكبر انها على حدودنا. لو انت متابع قوي ركز كده مع السعوديه وشوف رفعوا بعض الاسعار على السعوديين ولا لا، ونفس الكلام برضو في الامارات. يا راجل ده البنزين كان تقريبا عندهم ببلاش. طب اسال كده اي حد قاعد دلوقتي في السعوديه او الامارات او اي دوله من دول الخليج البنزين بقى بكام؟ فيا ريت نهدى كده شويه وما ندمرش كل حاجه بايدينا، واوعى ثم اوعى تمشي ورا شويه قطيع متساقين. عموما كده او كده يا ريت ما تنساش ان مع كل ترند ومع كل حوار جنى هتولعها نار. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اشوفكم في حلقه جديده وترند جديد، وسلام عليكم.